اخيرا قائمه المنتخب الوطني تربص مارس. والله يا خوتي غير بيتكوفيتش دار لنا الكونتر خطه ودار ثوره في القائمه مقارنه بكاس افريقيا الاخرى. وراني من قبل درت لكم فيديو باللي قلت لكم هذا التربص راح يكون تربص احداث الثوره في التشكيله. هذه القائمه من غير انطوني موندريا بيتكوفيتش اختار تقريبا افضل الاسماء المتوفره في ظل كثره الاصابات وتراجع مستوى البعض. السيد مقارنه بالكان نحى 11 جوار وعيط ال10. ابدا تحسب معايا. نبداو بالاسامي جدد. في حراسه المرمى عندك بلعزوق ماستيل، في خط الدفاع عندك عباده وناير، في الميليو تيران عندك تيطراوي العزيز، عوده عوار وعادل عوشيش تاشالكا. لاطاك عندك عجيمس لاعب فروزينوني، بنبوعلي وشياخه وقويري. اما بالنسبه للغايبين عندك بنبوط للاعتزال، قندوز للمستوى المتواضع، توغاي لسوء المستوى، عطال وحجام وبن ناصر وقبال للاصابه، عبد الله لقله المشاركات، زورغان لعدم الاقتناع، بركان وبقرار كيف وبغداد منجح لسبب انضباطي كما راهم يقولوا، ومن بعد نفصلوا فيه. وكتقييم لهذه القائمه انا بالنسبه لي افضل قائمه دارها من نهار جا ليكيب ناسيونال باستثناء موندريا كما قلت لكم في الاول. قولوا لي في لي كومونتير رايكم وشكون من اللاعبين جدد راكم حابين تشوفوهم في لي دو ماتش تاع غواتيمالا والاوروغواي.